أهلا بيكم مع درس جديد من دروس مادة الدراسات الاجتماعية للصف الأول الإعدادي الترم التاني. درسنا النهاردة بعنوان الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في إفريقيا. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنتكلم عنها هي الزراعة. الزراعة تعتبر من الأنشطة المهمة جدا في إفريقيا. ليه؟ علشان بيشتغل فيها 50% من القوة العاملة اللي موجودة في إفريقيا. يعني إيه 50% من القوة العاملة؟ يعني الناس القادرة على العمل نصهم بالظبط بيشتغل في الزراعة. وده رشح أفريقيا بقوة إن هي تكون صاحبة المركز الأول عالميا من حيث عدد العاملين بالزراعة. طب ليه النسبة الكبيرة دي؟ بما تفسر النسبة الكبيرة دي بتشتغل في الزراعة علشان الزراعة في أفريقيا بتعتمد على الأيدي العاملة، فبتحتاج عدد كبير يشتغل فيها. بس على الرغم من العدد ده كله إلا إن أفريقيا بتأتي في المركز الثالث عالميا من حيث مساحة الأرض الزراعية. بعد مين يا ترى؟ بعد قارة آسيا وأوروبا. فيها نسبة أراضي زراعية قد إيه بالنسبة لمساحة الأرض الزراعية في العالم كله؟ نسبة خمس مساحة الأراضي الزراعية في العالم كله. طب إيه يا ترى أهمية الزراعة في إفريقيا؟ مهمة لأن هي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الأفريقي، يعني الحاجات والأنشطة اللي بتجيب فلوس. طب ليه هي مهمة للدرجة دي؟ مش قلنا من شوية إن في 50% من القوة العاملة بتشتغل فيها؟ يعني رزقهم معتمد عليها. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. بيشتغل في الزراعة في إفريقيا يا ترى كام؟ 50% من القوة العاملة فيها. طب هي على كده عالميا مركز كام؟ مركز أول لاعتمادها على الأيدي العاملة فيها. طب في مساحة الأرض الزراعية عالميا مركز كام؟ مركز تالت بعد آسيا وأوروبا في المساحات تفوقوا عليها. يعني مساحة الأرض الزراعية في إفريقيا من كل العالم تيجي كام؟ خمس مساحة من كل العالم موجودة فيها. طب إيه أهمية الزراعة الأفريقية؟ ما تقولي أوام. أحد ركائز رئيسية لاقتصاد أفريقيا، أصل 50% من القوة العاملة تشتغل فيها. الزراعة في إفريقيا لحد القرن العشرين وجدنا إن إفريقيا كانت بتعتمد على الزراعة البسيطة البدائية، ده بسبب إن هم كان عددهم صغير وكان كل احتياجاتهم هو تحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء. لكن بعد كده حصلت زيادة سكانية كبيرة، فوجدوا إن الزراعة البدائية البسيطة مش مكفية، فلجأوا لأنواع زراعة تانية زي مثلا الزراعة الكثيفة. يعني إيه؟ الزراعة الكثيفة دي هي زراعة الأرض أكتر من مرة، مرة بمحصول يكون بيرهق الأرض والمرة اللي بعدها محصول ما بيرهقش الأرض، علشان يقدروا يحافظوا على جودة الأرض الزراعية أطول فترة ممكنة. وبعد التطور التكنولوجي يعني وجود الآلات ودخولها في الزراعة لجأوا للزراعة الواسعة. يعني إيه الزراعة الواسعة؟ يعني إن هم يزرعوا مساحات كبيرة من الأرض. كل ده بيعملوه ليه؟ مش قلنا في زيادة سكانية؟ فكانوا محتاجين زيادة الإنتاج عشان يقدروا يلبوا احتياجاتها الغذائية. وبكده بنجد إن في أفريقيا تنوعت أنواع الزراعة ما بين زراعة بسيطة، زراعة كثيفة، وزراعة واسعة. طب إيه تفسيرنا للكلام ده؟ إحنا قلنا هما حاجتين بسبب احتياجات السكان، وإيه كمان اللي ساعدهم؟ وجود تطور تكنولوجي. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. كان يا مكان حتى القرن العشرين كان في إفريقيا السكان حبانون صغيرين، فاعتمدوا زراعة بسيطة لتحقيق اكتفاء ذاتي من المحاصيل. وبعد شوية حصلت زيادة سكانية، فاعتمدوا من الزراعة أنواع تانية. دي حاجة لطيفة. اعتمدوا زراعة واسعة، زراعة كثيفة، لزيادة الإنتاج. لإيه؟ لسد احتياجات من إيه؟ احتياجات غذائية للزيادة السكانية. وبكده تعددت أنواع الزراعة في إفريقيا. لو شاطر بما تفسر قولي. تعددت أنواع الزراعة في إفريقيا بسبب احتياجات السكان والتطور التكنولوجي. شاطر. زراعة ذكية مناخية تستهدف إيه الزراعة دي؟ زيادة الإنتاج بشكل مستدام والتكيف مع تغييرات
مناخية وتقليل من غازات احتباس حراري، وهي موجودة في مصر وغانا ومالي. أفضل مناطق زراعية في إفريقيا إيه هي؟ السهول الفيضية والدلات النهرية. السهول الفيضية والدلات النهرية، ومناطق تربة بركانية، ومناطق الساحلية، وهي شمال غرب جنوب شرق، شمال غرب جنوب شرق القارة، وجنوب وغرب القارة. المحاصيل الزراعية في أفريقيا بتحقق حاجتين مهمين جدا، هو الاكتفاء الذاتي والأغراض التجارية. الاكتفاء الذاتي يعني احتياجات القارة، أو الأغراض التجارية بقصد التجارة ونمو الاقتصاد. من المحاصيل الزراعية دي 4 أنواع. أول نوع هي الحبوب الغذائية، وأهم نوع من الحبوب الغذائية هي الذرة الرفيعة. ليه اكتسبت أهميتها دي؟ لأن نص الإنتاج العالمي بيأتي من أفريقيا، وأهميتها إن الإنسان والحيوان بيتغذوا عليها هما الاتنين. تاني نوع من أنواع المحاصيل الزراعية في أفريقيا هي المحاصيل الضرنية، يعني هي النباتات اللي بتنمو الثمرة بتاعتها في باطن الأرض، زي البطاطس زي البطاطا وهكذا. المحاصيل المشهورة جدا والمهمة في أفريقيا من النوع ده نبات اسمه الكثافة، وهو بيشبه للبطاطا. أفريقيا بتنتج منه نسبة قد إيه من الإنتاج العالمي؟ تلتين الإنتاج العالمي. والمحصول التاني نبات اسمه اليام، أفريقيا بتنتج منه 98% من الإنتاج العالمي. ده شبه إيه يا ترى النبات ده؟ يبقى شبه البطاطس. أهميتهم إيه يا ترى؟ أهميتهم إن هما الاتنين ممكن يطحنوا ويخبزوا كعيش أو خبز. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. محاصيل زراعية بإفريقيا بتحقق حاجتين، اكتفاء ذاتي، أغراض تجارية بتحقق الاتنين. محاصيل زراعية بإفريقيا بتحقق حاجتين، إن قلنا حبوب غذائية هنتكلم عن مين؟ نص إنتاج العالم يا ترى من مين؟ دور رفيع إنسان حيوان، دي غذاء للاتنين. محاصيل ضرنية استوائية دول هما اتنين، الكثافة واليام، دول يشبهوا مين؟ الكثافة كالبطاطا نسبتها تلتين، أما اليام كالبطاطس ده 98% من تاج العالم، وبيطحنوا وبيخبزوا كده هما الاتنين. النوع التالت من الزراعات اللي بتتميز بيها قارة إفريقيا هي المحاصيل المنبهة. بتعتبر إفريقيا من أكبر المنتجين للمحاصيل دي، وهي بتزرعها بغرض التجارة. من المحاصيل دي أول حاجة الكاكاو، لأن نسبة إنتاج إفريقيا 70% من الإنتاج العالمي. تزرع فين؟ في غرب إفريقيا. أما الشاي فعشر الإنتاج العالمي بيطلع من إفريقيا، وهو بيزرع في شرق إفريقيا. أما البن فهو موجود في غرب ووسط وشرق إفريقيا، ونسبة مساهمة قارة إفريقيا من البن حسب الإنتاج العالمي هو خمس الإنتاج العالمي. آخر نوع من المحاصيل اللي بتنتجها أفريقيا هي المحاصيل النقدية. يعني إيه؟ يعني هو محصول بيزرع من أجل التجارة والحصول على النقد الأجنبي، يعني بمعنى صح بيصدروا. من أنواع المحاصيل دي القطن والمطاط الطبيعي. القطن أي نعم نسبة قليلة اللي بتنتجها إفريقيا من مصر والسودان، لكن هو قطن بيتميز بجودة مميزة جدا لأنه قطن طويل التيلة. أما المطاط الطبيعي فإفريقيا بتنتج منه عشر الإنتاج العالمي. القطن بيستخدم طبعا في صناعة المنسوجات، أما المطاط الطبيعي تستخدم في صناعة إطارات الطيارات والسيارات. بعد ما فهمنا يلا بينا نثبت المعلومة. من أكبر منتجين محاصيل منبهة إفريقيا أكيد هي، أصلها بتزرع محاصيل منبهة لأغراض تجارية. كاكاو شاي وبن 70 و10 و5، كاكاو شاي وبن 70 و10 و5. الكاكاو في الغرب، أما الشاي في الشرق، أما البن غرب وسط وشرق إفريقيا. أما المحاصيل النقدية ده هي المحصول
الذي يزرع من أجل التجارة، من أجل الحصول على النقد الأجنبي، زي القط في مصر والسودان. نسبته قليلة بس جودته عالية، أصله طويل التيلة. والمطاط الطبيعي ده العشر من الإنتاج العالمي. وأهمية القط بيستخدم في المنسوجات، أما المطاط بيستخدم في الإطارات، للطيارات، للسيارات. الزراعة في إفريقيا ليها حبة مشكلات: تدهور تربة زراعية، جفاف وفيضانات، هجمات أسراب جارات، ضعف تمويل سرعات. أول ما هنبدأ بيه الجفاف والفيضانات. الأمطار عامل مشترك بينهم في النقطة دي. الجفاف أمطار قليلة بيؤدي قلة مساحة الأراضي الزراعية، والفيضان أمطار غزيرة بيؤدي لتجريف تربة، تدمير محاصيل، تخفيض القدرة الإنتاجية الزراعية. تدهور تربة زراعية لارتفاع نسبة مياه الملح كده جوه التربة بسبب ضعف شبكات الري والصرف للمياه. أما الرعي الجائر والأمطار والرياح بيعرض التربة للتعرية. هجمات أسراب الجارات دي بتشوفها في عالطرف الصحراوي وأخطرها الجراد الصحراوي، ده بيدمر مساحة واسعة من المحاصيل الزراعية. في 2020 حصل في شرقي إفريقيا ضعف التمويل والصراعات، بتتأثر الزراعة بالصراع، بتتأثر سلبا الزراعة وتطويرها. البحوث الزراعية وضعف التمويل الزراعة بتعاني منها. الرعي بيتم في أفريقيا على المراعي الطبيعية، ومساحتها الربع من المراعي عالميا، وآسيا فيها كده مركز أول. أما التاني بتيجي إفريقيا، والأبقار إنتاجها ضعيف، ما اقتصادية محدودة. ربع أبقار العالم وإثيوبيا فيها الأولى، بس ليه قيمة اقتصادية محدودة. ليه إنتاج لحوم ألبان ضعيف جدا بكمية محدودة، والأغنام تلت الإنتاج، والماعز نص الإنتاج. من فيهم الدولة الأولى دي نيجيريا، هي الأولى 84% إنتاج القارة الأفريقية من الإبل. أفريقيا الأولى، وخصوصا دولة تشاد دي أولى. والميزة في أفريقيا إيه؟ وجود صحراء مهولة. أهمية الثروة الحيوانية: الرعي أساس الاقتصاد في المناطق الجافة. الرعي أساس الاقتصاد في الجافة وشبه الجافة. الرعي أساس الاقتصاد في المناطق الجافة. الرعي أساس الاقتصاد في الجافة وشبه الجافة. بيوفر فرص عمل غربي ووسط إفريقيا. بيوفر نقد أجنبي، عائدات مالية بتعود بالنفع على إفريقيا. بيعزز اقتصاد دول مصدرة: السودان، كينيا، صومال، أثيوبيا. أما دول الخليج العربي دي دول مستوردة. أما مشكلات الثروة الحيوانية: الجفاف عادات تقاليد قبلية، والصراعات السياسية. أيوة، ده كلام مظبوط. مشكلة التنقل الرعوي عبر الحدود: الجفاف ده تذبذب الأمطار فيؤثر على نمو المراعي أو اختفائها. يؤثر الجفاف ده تذبذب الأمطار فيؤثر على نمو المراعي أو اختفائها. يؤثر بيؤدي لنفوذ عدد كبير من الحيوانات. أما التقاليد والعادات: شرب اللبن ومهري كده عند الزواج، ملكية ثروة حيوانية للقابلة مش للأفراد. أما الصراعات السياسية أدت ليه هجرة السكان من المناطق الرعوية، مما يؤثر على الثروة الحيوانية. ثروة سمكية وإفريقية إنتاجها قليل متراجع،
مركزها عالميا، إفريقيا مركز رابع، 82% إنتاجها مصايد طبيعية، مصايد طبيعية بحرية، بحر ويا محيطات، مصايد طبيعية داخلية، أنهار ويا بحيرات. وأعلى دول هي المغرب وموريتانيا، 18% إنتاج مزارع سمكية، أنشأتها الدول عشان سد احتياجات السكان. وأعلى دول فيها هي مصر ودولة نيجيريا، ومصر بتيجي رقم 2 في استيرادها للأسماك. ليه لجأت للنقطة دي؟ للزيادة السكانية. أهمية ثروة سمكية تدخل في التجارة الدولية كسلعة أساسية. أهمية ثروة سمكية مصدر رئيسي للغذاء، بروتين، خاصة في الدول اللي بتعاني من مشكلات في الثروة الحيوانية. أهمية ثروة سمكية توفير فرص عمل وزيادة الدخل للدولة وللعاملين في الثروة السمكية. مشكلة ثروة سمكية استنزاف مصايد بحرية، وده بيؤدي انخفاض مخزون السمك، وده بسبب ايه يا ترى؟ عمل كده فيها أساطيل الصيد الضخمة، عدم إحكام الرقابة عليها. ومن مشاكلها ايه تاني؟ الصيد الغير قانوني، والمصايد الداخلية بتعاني موائل بحرية، والإفراط كده في الصيد والموائل البحرية. منطقة بيئية طبيعية وبها نوع واحد أو أكتر من الكائنات البحرية. أقامت مصر العديد من مشروعات قومية للاستصلاح الزراعي، مشاريع معالجة مياه، الصرف الزراعي، وكمان تحلية لمياه البحر والمياه الجوفية، ولزيادة الاستثمار في البحوث الزراعية. مصر هي رقم 1 في الإنفاق عليها لأجل زيادة الإنتاج الزراعي والاستثمار وتحقيق اكتفاء ذاتي في بعض المحاصيل الزراعية. مصر كمان تتوسع في الاستزراع السمكي لتحقيق اكتفاء ذاتي من الإنتاج السمكي، مثل مشروع بركة غوليون. وجود إفريقيا للتنمية الزراعية السمكية والرعوية أطلق مبادرات إقليمية تركز على تحسين إدارة الموارد الرعوية والعناية بصحة حيوان، تنظيم حركة الرعاة بين الدول بشكل آمن عن زمان، تبني تقنيات حديثة في الزراعة والاستثمار في البحوث الزراعية لتطوير الإنتاجية، والتوجه للاستزراع السمكي. ومصر رقم 1 في النقطة دي، وهي بتدرب الكوادر الفنية على الاستزراع السمكي في القارة الأفريقية. وفي 2002 حصل الاتحاد الأفريقي أطلق برنامج شامل للتنمية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي بالقارة الأفريقية.